بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم متابعاتي. اليوم مثل ما وعدتكم راح نتعلم التطريز على قطعة تريكو وعلى قطعة كروشيت. يعني راح نجرب نطرز على قطعة كروشيت بغرزة حشو وبغرزة عمود بلفة. هذه هي. شوفوا أنا فاصلة بينهم بهذه الغرزة اللي هي غرزة ال FLO. هذه هي، شايفينها؟ هذه أنا فاصلة ما بينهم عشان نشوف هنا كيف راح نطرز، هنا كيف راح نطرز، وبرضو على قطع التريكو. تمام. مثل ما نقدر على قطع التريكو نطرز، نقدر برضو على قطع الكروشيت. تمام. بنشوف الآن كيف التطريز راح يكون بإما السنارة وإما بالإبرة. تقدرين تستخدمين إما إبرة حديد مثل هذه إبرة تطريز، أو الإبرة البلاستيك. المهم إنها من هنا ما تكون كبيرة عشان مثل ما تشوفون عندنا الغرز هذه صغار، فما نبي تكون إبرة بارزة كبيرة ممكن تخرب علينا الغرز. خلونا أرفع الإضاءة. تمام. أنا الآن أول شي بشرح الإبرة، بعد كذا طبعا راح استخدم الحديد لأنه سلس شوي أحلى من هذه، مع أن كلها نافعة والله، كلها كويسة عادي، بس يعني هي تفضيلات. تمام. بعد كذا راح نشرح السنارة. ولاحظوا السنارة أنا هنا جايبة حجم صغير. يعني ما عليكم من الرقم ترى، لأن أرقام السنارات تفرق، لكن أنا جايبة حجم صغير عشان الغرز. يعني شوفي أنت الآن قدامك الغرز، شوفي الحجم اللي يناسبها. مثلا شوفي على قد الغرزة. يعني ما أقدر إيش إني أجيب سنارة حجم كبير ممكن توسع علي وأنا أشتغل، تصير بعد ما أخلص شغلي ألاقي هذا كله كذا صاير كذا، ألاقي صاير كذا، يعني مو بحلو بصراحة. أول شي راح أطلع الخيط بالشكل هذا، بس هذا أنا صغرته، لا خليه كذا عشان ما يطيح بالشكل هذا. ولا تقصين الخيط لأن لحد الآن ما ندري إحنا قديش راح نحتاج، إلا إذا أنت عارفة براحتك، بس يعني هو يفضل إنك ما تقصينه، لأنه ما ندري إحنا قد إيش نحتاج وكذا، على حسب الشغل اللي أنت حابة تشتغلينه. طبعا في ملحوظة مهمة، بس خلوني أسوي فوكس. السنابل اللي جاية زي السبعة وجنبها سنابل جاية زي الثمانية، شفتوا؟ لاحظتوا؟ لو تشدين كذا بتبين. شفتوا الخطوط هذه كلها سنابل طالعة على فوق، اللي ما بين السنابل اللي طالعة على فوق والسنابل هذه اللي طالعة على فوق في سنابل هنا نازلة على تحت، يعني جاية زي الثمانية. يعني هنا سبعة وهنا ثمانية، فأنتوا خلكم منتبهين. احنا بنشتغل على اللي تجي زي السبعة. حلو، عشان ما تتوهكم. يعني تخيلوا اني اجي اشتغل هنا، يعني بتتوهون شوي. لا نجي هنا. طبعا هذه في آه التطريز اللي يكون كذا مسطرة على فوق. حلو. بعدين راح ناخذ التطريز اللي يجي على جنبه، هذا أسهل واحد وأحلى واحد. تمام. أول شي ندخل في النصف زي كذا. تمام. أنا الحين طلعت كمية الخيط اللي أنا أحتاجها. تمام. طلعين على قد ما أنتي تبين تحتاجين، يعني بالشكل هذا. الآن أنا طلعت من هنا من المنتصف، منتصف السبعة هذه أو السنبلة هذه، منتصفها. شفتوا؟ أجي من فوق هنا، مو يعني مش هنا، مش هنا، لا هنا غلط. مش هنا مباشرة على طول، لا غلط. راح يكون هنا. ليش؟ عشان الخيط يجي سبعة بالضبط. لو سويتها هنا، لو دخلت الإبرة من هنا كذا، راح ينزل نزول تحت، فهذه تصير مرتفعة فوق. ما أدري إذا أنتوا فهمتوني. مو صحيحة. تمام. ركزوا عليها، ركزوا على النقطة هذه. بجيب إبرة الصفرة هذه عشان يكون شرح واضح. هنا غلط، هنا غلط. نجي فوقها مباشرة. احفظوها، حاولوا تحفظونها بالله عليكم، لأنها توه مرة توه. شفتوا هذا الخيط؟ بوريكم إياه. شفتوا هذا اللي لونه تيفاني، الأخضر الفاتح؟ لازم تكون تطلعين في قلب هذه السبعة اللي انت قاعد تشتغلين فيها بالشكل هذا، وتعدلينه بالشكل هذا قبل يعني تدمجينه، بس ما تشدين مرة، لا بس ترتبينه، عرفتي؟ لأن بعدين بعد ما تشتغلين أكثر من وحدة صعب ترجعين ترتبينه، بيكون صعب عليك شوي. طيب أجي هالمرة وين هالمرة؟ وين تتوقعون؟ ما راح أروح فوق مرة، لا بجي هنا. لأن أنا لما سويت كذا قبل شوي فوق وقلت لكم هنا لا، هذه كانت بس البداية، بس أول وحدة اللي نشتغلها. بعد كذا خلاص أنا حطيت الأساس، خلاص زبط معي.
يعني ما عاد يحتاج. شوفوا وين داخلة أنا فوقها مباشرة، شوفوا. وأرجع وين؟ أرجع مع نفس يعني هذه اللي أنا قبل شوي دخلت فيها. حلو. وين أطلع بعدها؟ أطلع، شوفوا الحين وضح. لحظة، هذا هو. خليني بشوفه، أحاول إني ما أناظر في الكاميرا بس عشان أركز أكثر. طيب شوفوا، شفتوا أنا الحين قعدت أوضحه، اللي هو هذا اللون الأخضر الفاتح. بتشوفينه لو اشتغلتي، بتشوفينه بالشكل هذا. نطلع كذا، بعدين نرتب. الآن أنا أجي هنا برضو مباشرة، فوقها مباشرة، يعني الحركة اللي أول وحدة سويناها خلاص ما عاد نعتمدها، هي بس مرة واحدة. بعدين أنزل في نفس اللي أنا يعني طلعت معها، المنتصف هذه اللي أنا طلعت معها نفسها. ما أروح هنا فوق، غلط، أروح هنا، يعني أدخل معها وأجي هنا. وقلت لكم راح تشوفون هذا الخط، شفتوا؟ أرجع مرة ثانية مع نفس المكان وأجي هنا، وهكذا أرتب وأكمل. طبعا بدون شد، بدون شد، لا تشدون أبدا. شوفوا هذه بس ما أدري عشانها مو منفوشة، ولا هذه فيها مشكلة، بس ما أدري وش هي. خلاص كذا. أعلي الإضاءة. ترى علينا الإضاءة، إيش رايكم؟ هذه بالنسبة للطول، تنفع نعملها أوراق شجر، حركات بركات. هاي بالنسبة للطول. نجي للعرض، والعرض أسهل من الطول بكثير، العرض أحلى. الآن نجي للشكل المستقيم. تمام، أنا خليت هذه ما فكيتها بس عشان تشوفون للنهاية. ومثل ما قلت لكم رتبوا الشكل، رتبوا، يحتاج ترتيب. مثل ما قلت لكم ناخذ الزاوية 7، ما راح ناخذ 8 اللي جنبها. هذه اللي جنبها 8، احنا بناخذ 7. أنا من وجهة نظري والله يعني ما أدري، عشان ما تتوهني، لأن لو باخذ 8 ممكن تتوهني. تمام، بهالطول هذا. يعني ما جربت، يمكن في ناس جربوا، أنا ما جربت، أحسه ممكن يتوهني، عرفتوا؟ الآن أول شيء دخلنا بقلب أو في منتصف السنبلة اللي هي ال7 هذه. الفكرة الحين سهلة مرة، بس خطوتين 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 خطوتين، احفظيها. حفظتيها سويتي ممتاز، ما حفظتيها الله يعينك. الخطوة هي إيش؟ الآن أنا بعد ما دخلت في قلب هذه، أطلع هنا عشان أخذ السنبلة هذه، بعدين أجي جنبها وأجي جنبها. الحين بتشوفون خطوتين بس. هذه أول خطوة، حلو. ثاني خطوة أنزل تحت هنا، شفتوا؟ جنبها مباشرة، جنبها هنا، شفتوا؟ مرة فوق مرة تحت. خلينا نجيب الإبرة الصفراء، وينها؟ شوفوا كيف، مرة هنا فوق، مرة هنا تحت، مرة هنا فوق. الحين بتشوفون مع الشغل كيف يطلع، يعني أنا بشتغل قدامكم وانتوا شوفوا. بعدين فوق، لأن شوفوا الآن بعد ما دخلتها من تحت، شوفوا وين جاء في قلب هذه ال7 هذه، هذه ال7 هذه السنبلة هذه. والحين أطلع أنا فوق، بعدين أخلص أجي هنا تحت. يعني احفظوا بس التكنيك هذا بس. شوفوا، مرة فوق مرة تحت، بعدين فوق بعدين تحت، بالشكل هذا. خلصت أجي تحت هنا. وهنا هذه الأولانية. والله التطريز يجنن. طبعا أنا الحين شرحت حركتين بالإبرة، حركتين، بقى عندي يمكن 3 حركات. الآن أنا جبت الخيط اللي لونه أبيض،
نبي نشرح غرزتين ورا بعض عشان الوقت. وبرضو أنا ودي، تدرون أنا وش ودي؟ لحظة، وين السبعة هذه؟ تدرون أنا وش ودي؟ إني أطول الخيط هذا عشان ما أضطر إني أجيب ألوان ثانية، لأني ما أبغى أقص هذولا، حرام أقصهم. طبعا في واحدة منهم إنك مثلا دخلت الحين الخيط دخلناه في السبعة هذه، في السنبلة هذه السبعة، في قلبها، قلبها في منتصفها. شفتوا كيف منتصفها؟ أعمل إيش؟ أعمل كذا. حلو، كأني قاعدة أبرم أو أسوي حواف. بعدين وين أروح هنا. لحظة كذا، إحنا بنكون طالعين على جنب. أيوة هنا في السنبلة الثانية. حلو، بعدين وين أكون رايحة أنا على جنب، هي مايلة، هي مايلة أصلا، وما تشدين عد مرة. يعني شوفوا، لا فوق كذا. فأشد الخيط شوي، عاد مو الشد اللي مرة قوي، لا أشد شوي. إذا في قطعة مو مشدودة زين، أجي هنا كذا أحاول أشد شوي، بعدين أجي هنا أحاول أشد شوي، بعدين هنا أحاول أشد شوي، بعدين هنا شد زيادة. هذه تنفع لو سويتي أشجار، أغصان، أو بتسوين قلب كذا. يعني تراها حلوة مبشينة. يعني شوفي هنا وهنا بيصير غلط، لا هنا. إذا أنتي تبغينها مايلة، إذا أنتي بترسمين رسمة أوكي. بعد تنفع تكون حواف، يعني رسمة، مثلا أنا أكون راسمة هنا شيء وأسوي حواف لها. يعني هي حلوة بكل الأحوال حلوة. وتشدينها كذا بهالطريقة وتكون هذه. ما رأيكم يا بنات؟ ما رأيكم؟ حلوة ولا مو حلوة؟ طيب، واللي بعدها واللي أقول لكم تجنن، وراح أحط لكم عليها باترونات على طريقتها اللي فعلا فعلا بنات حلوة، واللي هي فعلا ينقال عنها تطريز. دقيقة خلينا بس أطلع هذه برا عشان نبدأ نسوي الثانية. بسويها بنفس لون الخيط. نجي الآن عند اللي أقول لكم تجنن وفعلا ينقال عنها غرزة، وفعلا يعني تنفع لها باترونات كثيرة، وراح أنزلها كلها لكم. كل الباترونات اللي تنفع لها راح أنزلها لكم، اللي هي حركة إنك تجين على جنب. يعني شوفي هذه السبعة مثلا، هذه السبعة أنت تجين على جنب. يعني أنا الآن أبي هذه السبعة، أنا أبي هذه السبعة، فأجي جنبها، أو الجنب هذا، أو الجنب هذا، أو الجنب هذا. اختاري لك جنب واحد. تمام، بعدين أطلع الخيط كذا، بعدين أجي هنا مباشرة مثل الإكس. بعدين وين أروح هنا. حلو، بعدين أجي هنا. بعدين وين أروح؟ أنا بكمل فوق ولا تحت؟ أنتي تشوفين نفسك وأنتي بين تكملين. أنا عن نفسي بكمل جانبي، بشكل جانبي. فوين أروح هنا. لحظة هنا، عشان أنا بالسبعة الثانية هذه. حلو، بعدها وين أروح؟ هنا عشان يصير في إكس. بعدين أطلع هنا فوق، أخذ الإكس كامل. خلاص أنا خلصت، بنهي شغلي، بنزل على تحت كذا وخلاص. هذه الإكسات الحلوة. هذا آخر إكس سويته. طبعا لازم أشد الخيط عشان الخيط يصير ضخم، بعدين يخلي كأن الشغل غلط وهو مو غلط. عرفتوا؟ فتنتبهين. يعني الحين بجيب مثلا الإبرة، أبضبط الخيط، بضبط لأنه مشدود، هذا اللي تحت مشدود. الآن جاء دور آخر تطريزة معانا لليوم، واللي هي راح تكون نفس هذا الشكل لكن مايل. كيف أخليه مايل زي كذا مثلا، بس مو بهذا الشكل، لا نفس هذا الشكل بس مايل. طبعا راح نبدأ من المنتصف مثل ما قلنا قبل شوي. طبعا لو لاحظتوا مو كل الغرز تبدأ من المنتصف، مو كلها. يعني ركزوا، عيدوا أي غرزة تعجبكم عيدوها. هذه بديت من على جنب، من على جنب. هذه بديت من المنتصف تقريبا، وهذه من المنتصف، يمكن بس هذا اللي على جنب. هنا ببدأ أنا من المنتصف
وراح يكون عندي المثلثة هذه أو السنبلة هذه بحجم كبير، وراح تشوفون الحين. الآن أنا قربت ورفعت الإضاءة عشان يكون واضح. شوفوا وين في قلب هذه السبعة، هذه السبعة. طيب وين أروح مو هنا، هنا. تتذكرون في هذه يوم قلنا مو هنا؟ غلط، غلط، صح. حلو، خلوني أخذها. حلو، وأرجع في نفس اللي أنا طلعت منها. طيب وين أروح بعد ما أرجع في نفس اللي أنا طلعت منها هذه؟ وين نروح؟ حنا نبي نطلع على زي الدرج، فراح تكون هذه هنا، فإحنا نبي هذه اللي فوق هذه، فراح تكون هنا. شفتوا؟ لأني أنا أبغى هذه. وين اللحظة الصفرة؟ أنا الحين سويت هنا هذه السبعة، سويت هذه السبعة، فأنا أبيها تكون زي الدرج، فراح آخذ هذه. شفتوا هذه؟ راح أشتغل في هذه. شوفوا الآن بعد ما شديت، شوفوا الآن كيف طلع الشكل. هنا في سنبلة، وهنا احنا صاعدين فوق. طبعا بما ان صعدنا فوق غلط ان نجي من هنا، من هنا غلط، غلط. تمام، نفس الحركة هذه، نفس اللي قلناه هنا راح يكون هنا. هنا ركزوا بنات، لأنه مرة سهل وحلو، ما يحتاج صراحة ان الواحد ممكن يغلط فيها او شيء. لا ان شاء الله ما يحتاج. شفتوا اللي هنا الأصفر غلط، هذه الإبرة الصفراء غلط، هذه الإبرة الحديد هي الصح. حفظتوا الأماكن؟ حفظتوها؟ يلا نشتغل ونشوف كيف بيكون الشكل. شوفوا، ونرجع لنفس المكان. طبعا إذا شفت الخيوط منفوخة بالشكل هذا اعرف إنها ممكن تتعرض للتلف، فلازم تشدين جانب ثم بعد كذا ينشد الجانب الثاني. حلو، بعدين الحين لما نشد جانب هذا راح ينشد الجانب الثاني. أنا هنا لخبطت أي واحد فيهم. طيب تشدين الحين الجانب هذا، شوفي اللي تحت هذا انشد، وهكذا إلى من خلاص تصلين النهاية. بعدين طلعين الخيط من برا تشدينه زيادة. شوفي كيف مرة متساوية مع القطعة، فما راح تكون عرضة للتلف وثابتة وشكلها حلو. شوفوا الشغل عن قرب يجنن، حلو ما شاء الله. أما الآن جاء دور السنارة. طبعا راح آخذ على الجهة الكبيرة اللي أنا يعني نويت إني أشتغل، واللي هي على قد مثل ما قلت لكم سنابل حقتي. تمام، أجيب الخيط بالبداية. الآن مثلا اخترت هذه أو هذه، خلينا نقول هذه السنبلة. أول ما أكون اخترت هذه السنبلة أدخل السنارة في المنتصف. اختاري سنبلة 7 مو 8، ولو إنك تقدرين تختارين 8 عادي. ثم تمسكين الخيط بالشكل هذا، شفتوا الشكل هذا، ثم تطلعينه. خلاص حنا سوينا الأساس. الآن أنا سويت الأساس. طبعا لازم الخيط من تحت يكون ما يعني أكون ماسكته بس مو شاد. طبعا أنت تبين سنبلة صغيرة ولا تبين سنبلة كبيرة؟ إيش تختارين؟ تختارين صغيرة، خلاص ناخذ الصغيرة. بعدين شوفوا من خلف الكواليس إيش نسوي. ناخذ الخيط ونرجع نطلع. طيب الحين شو نسوي؟ إحنا عندنا الحين خيطين، وش نسوي؟ كذا منزلقة، تطريز بالمنزلقة. نبي ناخذ الآن مرة ثانية نفس اللي قبل شوي، صغيرة، غرزة صغيرة. يعني باخذ صغيرة باخذ كبيرة عشان تشوفون إيش الفرق. الآن أنا عندي 2 صغار، طب باخذ واحدة كبيرة. الصغيرة أكون هنا، أخذت هنا، استخدمت هنا، لكن باخذ واحدة كبيرة بدل ما أدخل هنا أدخل هنا فوق. أكون تعديت هذه، شفتوها هذه تعديتها. ما راح أدخل هنا، راح أدخل هنا. هذه إذا أنا بكبر السنبلة. طبعا سهل إنك تدورين بهذه بدون ما تفكي، مو زي الإبرة. هذه سهلة أسهل. أحس المبتدئين يفعلون بالسنارة. مثلا أنا الآن بدور بسوي مثلث مثلا كذا بدون ما أقطع الخيط وتعب عمري. أختار أي مكان أبي أدخل فيه وأدخل فيه في السنابل. أهم شيء خلي الخيط وسط، لا تشدين ولا ترخي، خليك وسط. وعادي تدخلي في 8، أنا الحين دخلت في 8.
في الغرزة اللي على شكل 8 شفتوها؟ عادي ما عليه، يعني انت بس اشتغلي على حسب الشكل، تبغين دايرة، تبغين مثلث، تبغين شكل علم، تسوين علم او قلب. طبعا راح انزل لكم باترونات حلوة لو انت حابة تشتغلين مثلث، دائرة، اي شكل تبغين تشتغلينه. اهم شي بالنهاية زي المنزلقة. شوفوها كيف، معلش ما انتبهت للكاميرا. هنا انا فكيت الشغل كله وحبيت اسوي لكم مفاجأة. ترى ايش تتوقعون يا بنات؟ ايش تتوقعون المفاجأة؟ 1 2 3 فلسطين الجميلة الشقيقة. طبعا هذا لون اخضر، بس دقيقة بفتح اللون. فتحت اللون، ترى اخضر غامق، بس مدري ليش صار سبحان الله الاخضر لما ينحط جنب الابيض يغمق، ما ادري ليش. وطبعا بالكاميرا، لكن بالواقع لا، بس بالكاميرا أي. قولوا لي رايكم، ما هو رأيكم؟ فلسطين البلد الشقيق الجميل، البلد المسلم، البلد اللي يعني دائما ندعي لهم، دائما نذكرهم في صلاتنا ودعواتنا دائما. آه يا رب، يا رب إن نشوفهم في الجنة، في أعلى مكان في الجنة. الله يرحم الشهداء يا رب، والله يصبر أهاليهم ويقويهم ويرزقهم كل خير، وإن شاء الله يا رب خلاص يعني تكون آخر الأحزان. وما أعرف صراحة أقول كلام كثير غير اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى لي ولجميع من قال أمين، ولجميع شهداء فلسطين يا رب العالمين. هنا استخدمت أنا السنارة، مش الإبرة، هذه استخدمت الإبرة، بس هذه السنارة. بس شوفوا كيف بارز، يعني بارز عن القطعة الأساسية، بس أحس إنه متواضع، يعني مش البيرفكت. قولوا لي رأيكم، اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، ويلا خلونا نروح نطرز على قطع الكروشيت. بالنسبة لقطعة الكروشيت الجميلة، فمثل ما قلت لكم عندنا هنا غرزتين، هذه الغرزة المعروفة اللي هي غرزة الحشو، وهذه العمود بلفة. كيف أطرز على هذه وعلى هذه؟ أول شي تختارين أنت إيش تبين تطرزين، ورد أو اسم أو وش الشيء اللي أنت تبين تطرزينه، أو علم خلينا نفرض. ثاني شيء عندنا فتحات هنا، هذه فتحة وهذه فتحة، في فتحات قريبة وفي فتحات بعيدة، أنت تختارين شو الفتحة اللي تبغينها. مثلا بجرب الفتحات، خلينا أجيب لون حلو، بجيب هذا اللون، أبي أجرب فتحات قريبة كيف شكلها حلو، وأشوف الفتحات البعيدة كيف شكلها. مثلا أنا هنا عشان يكون مستقيم، هذه الفتحة القريبة شوفوها، شوفوا هذه الفتحة القريبة. مثلا فتحة بعيدة، يعني أنا هنا مثلا، أنا الحين هنا ما راح أدخل هنا، أدخل هنا، وأخلي شدة الخيط وسط، يعني مش مشدود ولا أرخي، يعني وسط. شوفوا هذه الفتحة الكبيرة، النطة الكبيرة، وهذه لا الصغيرة. تمام. يعني هذه الطرق التعبية، مثلا أنا سويت علم وأبي أعبي، يا أختار الكبير أو الصغير عشان أعبي العلم. طيب حركة ثانية، مثلا أنا بسوي دائرة الآن أو بسوي مثلث، أقدر أدور على راحتي كذا، أدور بالقطعة. تذكرون الفيديو اللي أنا نزلته قلت لكم إن شاء الله قريبا بنعمل وهكذا من هالكلام. هي تراها يعني عارفة حجم الدائرة اللي هي تبيه، فقاعدة تدور. شوفوا يعني تبون، أنا ما حطيت في بالي إني أخذ دايرة في البداية، عشان كذا بتكون دايرة الدايرة معاقة. هنا كنت أبي أشرح النطة الصغيرة والنطة الكبيرة. خلينا نقرب، وهكذا نفحط يعني ندور بالقطعة. إيش رأيكم؟ عملنا دائرة جميلة كيوت، والله شكلها حلو. تخيلوا بالدوائر يعني نسوي حركات وأشياء، مثلا تكون هذه قطعة كبيرة، أو خلينا نقول نسوي أشكال دمى
وتكون مثلا يعني بس دمى بدون عيون يعني، فتكون يعني زي تيشيرت أطفال وكذا. وهنا برضو تقدرين تعبين أو تجين هنا في النص. بوريكم حركة حلوة. شوف اللون، ترى تقدرين تغيرين اللون برضو يعني. طيب كيف أغير اللون؟ سويت شكل حلزون. طيب كيف أغير اللون؟ الحين أنا برجع بس عشان أوريكم كيف أغير اللون. كيف أغير اللون؟ لنفرض إني أنا الآن وصلت هنا وقلت خلاص أبي أدخل لون أحمر مثلا. وين اللون الأحمر؟ هذا هو. جبت اللون الأحمر على أساس أبي أغير اللون، فأسوي كذا وأدخل اللون الأحمر ونجرب كيف يطلع معنا. طبعا كل هالتجارب على جهة كروشيت الحشو. باقي العمود بلفة، هذا الحين نوصلها، بس احنا نبي نشوف النتيجة. شوف النتيجة، ايش رايكم؟ حلوة صح؟ والله طرى على بالي أشياء بصراحة من وراء هالحركة. أه تعرفون بعض الأعلام اللي يكون فيها لونين، أو مثلا بعض الورود. تعرفون الوردة اللي تكون في النص مثلا لون بني بعدين هنا لون أصفر كذا، ورد دوار الشمس. يعني تطري على بالي أشياء بصراحة. أو في ناس ترسم رسمات، ياما أشياء ممكن تطري على بالكم صراحة، متأكدة. طيب بحط لون ثاني، خلينا نجيب اللون الأبيض. اللون الأبيض طبعا تتركين مسافة صغيرة، ما تكبرين عشان ما يخلص خيطك، ولا تخلينها عاد مرة صغيرة، خليها وسط الشكل هذا. أنا وين قاعدة أدخل بالفتحات. إيش رايكم؟ الآن أنا ضفت لون ثالث. طبعا إذا خلصتي خلاص وصلتي للشكل هذا وتبين هذا الشكل خلاص، تقصين من هنا الخيط، تتركين مسافة صغيرة وتقصين وتسحبين هذه لبرا. أو لا تسحبين، قصي الخيط. تمام، قصي الخيط كذا بعدين فكيه ودخليه هنا. تمام، واسحبيه خلاص. تسحبيه ويكون هذا الخيط مقصوص من هنا. تسحبين زيادة يطلع. الحين أنا لو أقصه أسحب زيادة، شوفوا كيف قاعد يتحرك ويطلع أنظفه عادي بشكل طبيعي. تعرفون أنتوا كيف طريقة تنظيف الخيوط. بس شوفوا الشكل حلو، شكل O بالإنجليزي أو 0. تمام، بجيب اللون الأسود حلو وندخله من هنا. بعدين نجي من هنا وهنا. تتوقعون يضبط معنا؟ حلو والله، ضبط حلو الحمد لله. تقدرين انه تطرزين ورود، عرفتوا؟ أبوريكم فيديو أحسن من إني أشرح. بوريكم فيديو. طيب الآن أنا وين بروح؟ أنا هنا أبي أطلع فوق ولا أجي على جنب، ولا تختارين أنتي وين بتروحين. العمود بلفة، هذه غرزته. ومثل ما قلنا لا نشد ولا نرخين، يعني سدد وقارب. غرزة العمود بلفة هذه. بس خليني أشد من هنا شوي. البداية بس هي اللي أنا ودي أطلع. طيب راح أكمل. لا أنا هنا سويت غلط، لا أجيب الفتحات. يعني شفتوا هذه هنا في فتحة وهنا في فتحة. شفتوا الفتحة؟ وهنا في الفتحة اللي فوق، وهنا في فتحة اللي هي غرز، عبارة عن غرز. هنا بعد مثلا بسوي دائرة. شوفوا لأني شديت كيف تقوقع، عشان كذا لا تشدين عشان ما يتقوقع. بجيب الإبرة وشوفوا هنا، هذا أنا شادة من هنا وهنا. أنا مشكلتي كنت شادة بصراحة.
طيب شوفوا الشكل. هذه الدائرة في غرزة العمود بلفة، هذه الدائرة. حلو كذا تمام. لاني فهمت مطمطة القطعة. تمام. ايه رأيكم؟ هنا عملنا دائرة، وهنا عملنا دائرة. ما هي دائرة كاملة، لاني المفروض هنا نظفت، هنا شفتوا، هنا المفروض انظف. وريكم. يلا كذا تصير دائرة. وهنا برضو دائرة، بس خليني اشد هذا. وبكذا حبايبي نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى يكون التطريز أعجبكم. تطريز متواضع جدا، لأن أنا لازم أول شي أحط رسمة في بالي وأمشي عليها حبة حبة وبتركيز، عشان أسويها بشكل متقن. يعني هنا ما سويت شيء متقن بصراحة. وهنا حتى برضو لأن هي كلها شرح، وبس أوريك الطريقة، وأنت عاد لما تفهمين الطريقة وتحفظينها تروحين تجيبين باترون تختارين. أنا بحط لك باترونات هنا، باترونات منوعة كثيرة أشكال وألوان. وشوفي برضو نماذج في نهاية الفيديو، راح أنزل يعني ملابس للناس لابسين ملابس فيها تطريز، وشوفي الفرق ما بين التطريز والتبستري وغيرها من الأعمال. يعني لا تنسوا اللايك حبايبي، وأشوفكم على خير ومع السلامة.